السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كاين تطورات جديدة في واحد الملف اللي شد اهتمام بزاف ديال الناس، حيث تم تقديم 18 مشجع سينيغالي أمام المحكمة في المغرب على خلفية أحداث شغب وقعت. وفي نفس الوقت يتداول أن الملف المغربي وصل حتى المحكمة التحكيمية، في خطوة كتبين بلي القضية ولات عندها أبعاد أكبر. من جهة أخرى كاين تصريحات من مسؤولين سينيغاليين كيحملوا فيها المسؤولية للمغرب، مع محاولات للتدخل عبر وسطاء ومسؤولين كبار في المجال الرياضي. ولكن حسب المعطيات المتوفرة هاد التدخلات ما عطات حتى نتيجة، وكما كيتقال في المثل المغربي اللي دار الذنب يستاهل العقوبة. القضاء المغربي خدا المسار ديالو والملف دابا بين يدي العدالة. وكاين كذلك المعطيات كتقول بلي كاين أدلة بحال تسجيلات بالصوت أو بالصورة كتبين الأحداث والتخريبات اللي وقعت. وفي أحد الاجتماعات الأخيرة تم طرح تساؤلات حول هذا السلوك، خصوصا وأن عدد كبير من السينيغاليين كيتواجدوا في المغرب وكيعيشوا بشكل عادي وبلا مشاكل. المغاربة معروفين بالكرم وحسن الضيافة، وهاد الأحداث خلات بزاف ديال الناس يتفاجئوا ويتصدموا. في الأخير القضاء هو اللي غادي يقول الكلمة ديالو، وحنا غير كنتسناو شنو غادي تكون النتيجة.